فأنا عايزة في اليوم العلاقة 4 5 6 مرات. جوز العمود بتاعه صغير قوي. أنا متجوزة من 4 سنين، وهو للأسف عايزة مرة واحدة علشان ما بيقدرش. دقيقة ولاقي طرطشهم، يعني المية نزلت. عنده سرعة في اللعب، انتوا طبعا فاهمين. فبدأت إن أنا أدور على عمود كبير، إن أنا بحب الموضوع ده قوي. أنا بعشق العلاقة، عشان كده كنت عايزة عمود أكبر باللي أنا كنت بشوفه. وصراحة لأن الأمدال الكبيرة هي اللي بتظبط وهي اللي فعلا بتساعد وبتروق. المهم، أول ما جوزي كان بينزل الشغل كنت بفضل في البيت بقطع في نفسي. ففكرت، قلت لما ينزل جوزي أنا هنزل هدور لي على عمود كبير، لأني فعلا أنا محتاجة العمود الكبير ده قوي. بصراحة أنا مش عايشة حياتي، وحق إن أنا أعيش حياتي. لو أنت عندك مشكلة كان لازم تعالج نفسك منها. أنا كنت ساكتة، إنما خلاص فاض بيا. وفعلا لما نزل جوزي على الشغل رحت متشيكة ولابسة أجمل ما عندي، لبست العباية السوداء بتاعتي، وبعدين نزلت رحت كافيه في مكان عام. وأنا ببص حواليا كده على أساس إن أنا ألاقي راجل وعليه لاين، ولكن للأسف حتى المكان العام اللي روحته والكافيه ورحت الحديقة مفيش ولا واحد لقيته عجبني. تمام، أنا كنت عايزة حاجة معينة كده، حاجة ارتاح لها وحاجة أحس بوجودها. أنا وراجعة بعدين كان في عندنا بواب العمارة، قال يا مدام عايزة أي حاجة، محتاجة أي حاجة؟ قلت له الحنفية بتاعة الحمام بايظة وعايزة سباك يجي يصلحها قبل ما يجي جوزي. قال لي لازم أشوفها عشان تقدر إن أنا أجيب لك حد مناسب للحنفية دي. قلت له مفيش مشكلة، تعالى اتفضل. بعدين طلع معايا فوق. أنا طبعا فتحت الشقة بالمفتاح إني عندي المفتاح. قلت له تعالى شوفها. المهم البواب دخل وراح جوه في الحمام. قلت له تعالى شوف الحنفية. فتحت له الحمام ودخل. قال لي فعلا عايز سباك لأنها مسربة. قلت له فعلا مسربة. أي حاجة الغريبة بقى، طبعا عندي حنفية في الحمام مسربة، يعني لو انت مثلا دخلت قصادها هتدعك هدومك مية وكده. فالمهم هو طبعا دخل يشوفها. قال لي لحظة ما احاول فيها، عندك مفتاح؟ قلت له عندي مفتاح. واديت له مفتاح من ابو خرز ده. المهم فضل يحاول فيها يمين شمال شمال يمين. قال لي ربما تكون المشكلة مش محتاجة سباك وانا عندي خلفية. قلت له عادي مش مشكلة صلحها. المهم اديت له المفتاح، يمين شمال شمال يمين، اخد نص ساعة. المهم انا جهزت له كوباية شاي تقيلة، رحت وديتها له يعني في الصالة. قلت له بعد ما تخلص اخرج علشان تشرب كوباية الشاي دي. قال لي تتعبي نفسك يا مدام، مش مستعلق. قال لي خلاص انا قربت اخلصها وكده. قلت له لا، ازاي ده، انت كفايه انك انت قدرتني واشرب الشاي بعد ما تخلص. قال لي تمام. المهم فضلت قاعدة في المطبخ بجهز الأكل، ولا ليا ولا عليا. وفجأة سمعت صوت البواب بيقول لي أنا خلصت يا مدام. قلت له أنت خلصت؟ تمام، اشرب الشاي عندك في الصالة. المهم فضل يشرب الشاي. أنا كنت طبعا كنت في الوقت ده في المطبخ، كنت بخلص تقطيع بطاطس وبعدين هخرج. المهم قعدت شوية في المطبخ، خلصت تقطيع بطاطس يعني يدوب 7 دقايق، وبعدين خرجت في الصالة. جيت البواب واقف قدام باب الحمام، حتى الشاي ما شربوش. سألته انت ما شربتش الشاي ليه؟ قال لي انت مش شايفه شكلي؟ قلت له مالي شكلك. رحت بصيت عليه ده المره التانية، لاني اول مره ما خدتش بالي. لقيته رافع، كان لابس جلابيه، لقيته رافع الجلابيه والكلسون باين. طبعا بسبب ان الحنفيه كانت مصغره والأغمية نفسها جت عليه. طبعا انتوا عارفين اللي بيصلح حنفيه بيتبهدل الميه وكده. المهم لقيت ان هو يعني كله على بعضه كده ادعت ميه. المهم طبعا رفع جلابيته عشان خاطر ينشفها وكده. وفجأة الاقي عمود كبير وعريض وبارز قوي من الكلسون. بصراحة انا استغربت، قلت معقولة اللي انا بدور عليه الاقيه مع البواب؟ معقولة؟
هو دوت اللي انا عايزاه، هو ده اللي انا كنت بتمناه وبحلم بيه بقالي سنين طويلة. معقولة بكل الفير والحلاوة والجمال ده موجود يعتبر جنبي نفس العمارة اللي انا عايشة فيها وانا معرفش عنده اي حاجة؟ بصراحة كنت مستغربة قوي. بصراحة كنت مخنوقة قوي. ازاي انا معرفتوش من بقالي فترة كبيرة؟ ده قاعد تحت يعتبر جنبي، ولا ايه اللي خليني اروح اماكن عامة وكده؟ المهم فرحت قوي. قلت له استنى بس استنى. قال لي انا ماشي، راح انشف هدومي بره البيت، بره الشقة يعني. قلت له لا انا هنشفها لك هنا، استنى بس. قال لي لا ما ينفعش وما يصحش، انا مش عايزة اتعبك. قلت له لا تعبك راح، انا هنشفها لك. المهم قلت له ايه، لا اقلع على الجلابية. قال ازاي اقلعها، ما ينفعش وما اعرفش ايه. قلت له اقلع الجلابية، اسمع الكلام احسن ما اسبب لك مشكلة، هقول انك انت عملت حاجات مش كويسة. وفعلا قلعها وسمع الكلام. وبصراحة بدأت إني أقرب علشان أشوف الحجم الكبير دوت عن قرب وأنا قريبة منه. قلت له لحظة ما أساعدك فيها. هو بقلعها كنت بساعده فيها. وبعد ما بلعب في الجلابية بصراحة المسائل اللي عنده كانت واقفة على الآخر، كل حاجة واقفة. بصراحة انبهرت بالمنظر اللي أنا شفته قدامي. معقول الحجم الكبير ده موجود جنبي وانا ما اعرفش عنه اي حاجه بقاله سنين؟ لان البواب دوت بيشتغل يمكن بقاله 5 6 7 سنين عندنا. ودايما انا بشوفه من بدايه ما انا اتجوزت وجيت عشت مع جوزي في نفس العماره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. تمام، بس ما كنتش اعرف ان عنده حاجات كبيره قوي كده الا بعد ما حصل الموقف دوت. يعني الموقف دوت لولا انا ما كنتش هعرف ان البواب ده عنده خير كبير قوي، حاجات بقى مستخبيه. وفعلا ظهرت، وكمان ظهرت في وقتها لان انا كنت محتاجه لها قوي وعايزاها. ترسلها خليك مكانك في شويه ميه انشفهم لك على البتاع. قال لي بتاعي، قلت له استنى بس. ورحت في المكان اللي هو فيه يعني الحاجه الكبيره دي، بدات احط ايدي عليها. دي بتقماش على اساس ان انا بنشف له ميه وكده، وانا بصراحه كان قصدي على حاجه تانية. انما فضلت يعني اتحسس عليه وامسكه. بصراحة هو كان كبير وجامد. المهم بدأت ان انا اقول له على فكرة انا عندي مشكلة في اوضة النوم جوه، الدولاب مكسور وعايزة تصلحولي، في ضرفة كده ما بتقفيش. انا كنت عايزاه يجي جوه. تمام، وبعدها بقى انا هعمل اللي ما يتعملش. وفعلا وفعلا اول ما دخل اوضه النوم، وما اقولكوش بعد كده حصل ايه. لو عايزين تعرفوا حصل ايه تستنوني في الجزء الثاني. مع السلامه. صار عايزه في اليوم العلاقه 4 5 6 مرات. بوز العمود بتاعه صغير قوي. انا متجوزه من 4 سنين، وهو للاسف عايزه مره واحده علشان ما بيقدرش. دقيقه والاقي طرطشهم، يعني الميه نزلت. عنده سرعه في اللعب، انتوا طبعا فاهمين. فبدأت إن أنا أدور على عمود كبير، إن أنا بحب الموضوع ده قوي، أنا بعشق العلاقة. عشان كده كنت عايزة عمود أكبر باللي أنا كنت بشوفه. وصراحة لأن الأمدال الكبيرة هي اللي بتظبط وهي اللي فعلا بتساعد وبتروق. المهم أول ما جوزي كان بينزل الشغل كنت بفضل في البيت بقطع في نفسي. ففكرت، قلت لما ينزل جوزي أنا هنزل هدور لي على عمود كبير، لاني فعلا انا محتاجه العمود الكبير ده قوي. بصراحه انا مش عايشه حياتي، وحقي ان انا اعيش حياتي. لو انت عندك مشكله كان لازم تعالج نفسك منها. انا كنت ساكته، انما خلاص فاض بيا. وفعلا لما نزل جوزي على الشغل رحت متشيكه ولابسه اجمل ما عندي، لبست العبايه السوداء بتاعتي. وبعدين نزلت رحت كافيه في مكان عام، وانا ببص حواليا كده على اساس ان انا الاقي راجل وعليه لايم. ولكن للأسف حتى المكان اللي عامل روحته والكافيه ورحت الحديقة مفيش ولا واحد لقيته عجبني. تمام، أنا كنت عايزة حاجة معينة كده، حاجة ارتاح لها وحاجة أحس بوجودها. أنا وراجعة بعدين كان في عندنا بواب العمارة،
قال لي يا مدام عايزة أي حاجة، محتاجة أي حاجة؟ قلت له الحنفية بتاعة الحمام بايظة وعايزة سباك يجي يصلحها قبل ما يجي جوزي. قال لي لازم أشوفها عشان أقدر إن أنا أجيب لك حد مناسب للحنفية دي. قلت له مفيش مشكلة، تعالى اتفضل. بعدين طلع معايا فوق. أنا طبعا فتحت الشقة بالمفتاح إني عندي المفتاح. قلت له تعالى شوفها. المهم البواب دخل وراح جوه في الحمام. قلت له تعالى شوف الحنفية. فتحت له الحمام ودخل. قال لي فعلا عايز سباك لأنها مسربة. قلت له فعلا مسربة. أي حاجة الغريبة بقى، طبعا عندي حنفية في الحمام مسربة، يعني لو انت مثلا دخلت قصادها هتدعك هدومك مية وكده. فالمهم هو طبعا دخل يشوفها. قال لي لحظة ما احاول فيها، عندك مفتاح؟ قلت له عندي مفتاح. واديت له مفتاح ان ابو خرز ده. المهم فضل يحاول فيها يمين شمال شمال يمين. قال لي ربما تكون المشكلة مش محتاجة سباك وانا عندي خلفية. قلت له عادي مش مشكلة صلحها. المهم اديت له المفتاح يمين شمال شمال يمين. اخد نص ساعة. المهم انا جهزت له كوباية شاي تقيلة، رحت وديتها له يعني في الصالة. قلت له بعد ما تخلص اخرج علشان تشرب كوباية الشاي دي. قال لي تتعبي نفسك يا مدام، مش مستعلق. قال لي خلاص انا قربت اخلصها وكده. قلت له لا، ازاي ده، انت كفايه انك انت قدرتني وشرب الشاي بعد ما تخلص. قال لي تمام. المهم فضلت قاعدة في المطبخ بجهز الأكل، ولا ليا ولا عليا. وفجأة سمعت صوت البواب بيقول لي أنا خلصت يا مدام. قلت له أنت خلصت؟ تمام، اشرب الشاي عندك في الصالة. المهم فضل يشرب الشاي. أنا كنت طبعا كنت في الوقت ده في المطبخ، كنت بخلص تقطيع بطاطس وبعدين هخرج. المهم قعدت شوية في المطبخ، خلصت تقطيع بطاطس يعني يدوب 7 دقايق وبعدين خرجت في الصالة. جيت البواب واقف قدام باب الحمام، حتى الشاي ما شربوش. سألته انت ما شربتش الشاي ليه؟ قال لي انت مش شايفه شكلي؟ قلت له مالي شكلك. رحت بصيت عليه ده المرة التانية لاني اول مرة ما خدتش بالي. لقيته رافع، كان لابس جلابية، لقيته رافع الجلابية والكلسون باين. طبعا بسبب ان الحنفية كانت مصغرة والأغمية نفسها جت عليه. طبعا انتوا عارفين اللي بيصلح حنفية بيتبهدل المية وكده. المهم لقيت ان هو يعني كله على بعضه كده ادعت مية. المهم طبعا رفع جلابيته عشان خاطر ينشفها وكده. وفجأة الاقي عمود كبير وعريض وبارز قوي من الكلسون. بصراحة انا استغربت، قلت معقولة اللي انا بدور عليه الاقيه مع البواب؟ معقولة هو دوت اللي انا عايزاه؟ هو ده اللي انا كنت بتمناه وبحلم بيه بقالي سنين طويلة؟ معقولة بكل الفير والحلاوة والجمال ده موجود يعتبر جنبك نفس العمارة اللي انا عايشة فيها وانا معرفش عنده اي حاجة؟ بصراحة كنت مستغربة قوي. بصراحة كنت مخنوقة قوي. ازاي انا معرفتوش من بقالي فترة كبيرة؟ ده قاعد تحت يعتبر جنبي ولا ايه اللي خليني اروح اماكن عامة وكده؟ المهم فرحت قوي. قلت له استنى بس استنى. قال لي لا ماشي. راح انشف هدومي بره البيت، بره الشقة يعني. قلت له لا انا هنشفها لك هنا، استنى بس. قال لي لا ما ينفعش وما يصحش، انا مش عايزة اتعبك. قلت له لا تعبك راح، انا هنشفها لك. المهم قلت له لا لا على الجلابية. قال لي ازاي اقلعها؟ ما ينفعش وما اعرفش ايه. قلت له اقلع الجلابية، اسمع الكلام احسن ما اسبب لك مشكلة، هقول انك انت عملت حاجات مش كويسة. وفعلا قلعها وسمع الكلام. وبصراحة بدأت إني أقرب علشان أشوف الحجم الكبير دوت عن قرب وأنا قريبة منه. قلت له لحظة ما أساعدك فيها. هو بقلعها كنت بساعده فيها. وبعد ما بلعب في الجلابية بصراحة المسائل اللي عنده كانت واقفة على الآخر، كل حاجة واقفة. بصراحة انبهرت بالمنظر اللي أنا شفت قدامي. معقول الحجم الكبير ده
موجود جنبي وانا معرفش عنه اي حاجة بقاله سنين، لان البواب دوت بيشتغل يمكن بقاله 5 6 7 سنين عندنا. ودايما انا بشوفه من بداية ما أنا اتجوزت وجيت عشت مع جوزي في نفس العمارة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. تمام. بس ما كنتش اعرف ان عنده حاجات كبيرة قوي كده الا بعد ما حصل الموقف دوت. يعني الموقف دوت لولا انا ما كنتش هعرف ان البواب ده عنده خير كبير قوي، حاجات بقى مستخبية وفعلا ظهرت، وكمان ظهرت في وقتها لان انا كنت محتاجة لها قوي وعايزاها. ترسلها فليك مكانك في شوية مية انشفهم لك على البتاع. قال لي بتاعي، قلت له استنى بس. ورحت في المكان اللي هو فيه يعني الحاجة الكبيرة دي، بدأت احط ايدي عليها. جبت قماش على اساس ان انا بنشف له مية وكده، وانا بصراحة كان قصدي على حاجة تانية، انما فضلت يعني اتحسس عليه وامسكه. بصراحة هو كان كبير وجامد. المهم بدأت ان انا اقول له على فكرة انا عندي مشكلة في اوضة النوم جوه، الدولاب مكسور وعايزة تصلحولي في ضرفة كده ما بتقفيش. انا كنت عايزاه يجي جوه. تمام. وبعدها بقى انا هعمل اللي ما يتعملش. وفعلا اول ما دخل اوضه النوم، وما اقولكوش بعد كده حصل ايه. لو عايزين تعرفوا حصل ايه تستنوني في الجزء الثاني. مع السلامة.